السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي وحبايبي طلاب تانية إعدادي مع الدرس الثالث من يونت 12 فوكاب. وطبعا يونت ليسن 3 بيكون و4 و5. طبعا 4 ده قصة، لكن 5 و6 كمان بيكون على الكلمات. نبدأ بسم الله. السؤال الأول بيقول لي fishermen struggled during الصيادين طبعا بيبذلوا مجهود كبير. struggle يعني بيكافحوا أثناء إيه؟ أثناء العواصف. أكيد الوقت اللي الصياد بيكافح فيه في البحر بيكون أثناء العواصف مش أثناء الجفاف. طبعا الكلمات الباقية معناها جفاف، وطبعا هيت ويف موجة حارة، مش هيكافح طبعا في البحر وفي موجة حارة طبعا. السؤال التاني بيقول لي she always try to stay calm، هي بتحاول دايما انها تبقى هادية وطبعا and بتعطف أداة عطف، يبقى لازم اللي بعدها زي اللي قبلها، يبقى أكيد positive، تكون هادية وإيجابية، لأن الكلمات التانية عكس المعنى. السؤال الثالث بيقول لي our school encourage، المدرسة بتشجعنا على reduce waste يعني التقليل من النفايات، يبقى أكيد recycling إعادة التدوير لتقليل النفايات. طبعا burning يحرق، حرق يعني، و wasting يعني إهدار، و fire يعني حريق أو يحرق. some animals بعض الحيوانات بتكون they have lost their habitat بتبقى فقدت موطنها، فأكيد هي endangered يعني معرضة لخطر الانقراض. السؤال الخامس بيقول لي كلمة معناها means very strong، قوي يعني extreme شديد أو قوي. طبعا هتلاقي الكلمات الباقية عكس المعنى، يعني هتلاقي common يعني عادي، natural يعني طبيعي، easy يعني سهل، فهتلاقي الكلمات الباقية عكس المعنى. السؤال السادس بيقول لي is a period of no rain، فترة ما فيهاش مطر، طبعا دي drought جفاف. طبعا تلاقي بقية الكلمات معناها فيضان، flood فيضان، waterfall شلالات ماء أو مساقط ماء، وبوند يعني بحيرة أو بركة. they have made positive changes يعني هيعمل تغيرات إيجابية هتساهم في حماية الكوكب. وفي الآخر يقول لي positive عكسها إيه؟ طبعا عكسها negative سلبي. many families have used solar panels، كثير من الأسر بتستخدم الطاقة الشمسية عشان الطاقة النظيفة، يعني عشان هي طاقة نظيفة. طبعا solar يعني متعلق بالشمس، بيقول لي solar here means come from، يعني الكلمة هنا solar معناها إنه طاقة جاية من الشمس. السؤال اللي بعده بيقول we need محتاجين changes يعني يغير أو تغيرات in our school schedule في جدول المدرسة. طبعا هنا make يعني make changes يعني يصنع تغيرات أو يقوم بعمل تغيرات. السؤال اللي بعده the school decided، المدرسة قررت a program for teaching، يبقى أكيد برنامج لتدريس الرسم، يبقى طبعا مفيش هنا حاجة تنفع غير introduce يعني يقدم، طبعا come ما تنفعش، و reduce يعني يقلل، و catch يعني يقبض على أو يلحق. السؤال اللي بعده the word destroy يعني يدمر، وهنا protect يعني يحمي، يبقى هي عكس protect. السؤال اللي بعده كلمة هي مرادف ل endanger يعني معرض لخطر الانقراض يعني at risk. نروح لصفحة 251. بيقول لي the prefix بتاع usual، البريفكس يعني بيجي في الأول، وطبعا هم كلهم في الأول، أو مقطع بيجي في الأول، لكن usual هي unusual. والسؤال اللي بعده السافكس يعني في الآخر، electric هتبقى electricity كهرباء، طبعا electric يعني كهربائي، electricity كهرباء. سؤال 15 بيقول لي means a group of animal، مجموعة من الحيوانات يعني species، طبعا دي spices يعني التوابل. سؤال 16 بيقول لي كلمة معناها أو means using استخدام old materials again، يستخدم المواد الخام القديمة مرة تانية يعني recycling. السؤال اللي بعده 17 بيقول لي our school has special pens، المدرسة فيها سلال أو سلات للقمامة خاصة لإعادة تدوير الورق والبلاستيك. كلمة recycle يعني يعيد الاستخدام يعني using again.
استخدام مرة تانية. السؤال اللي بعده بيقول لي the panda is an endangered animal. الباندا دب الباندا هو حيوان معرض لخطر الانقراض. endangered يعني in danger of disappearing يعني معرض لخطر الاختفاء. السؤال اللي بعده بيقول to space your goal. طبعا هنا goal يعني أكيد يحقق أو يضع، يا إما set goals يعني يضع أهداف، يا إما achieve goal يعني يحقق أهداف. طبعا هنا achieve goal موجودة أهي. طبعا forget ينسى، وريد يعني يقرأ، ودو يعني يرسم، مينفعوش. all countries كل الدول of the world في العالم should action. طبعا هنا take action ده expression يعني يتخذ إجراء. بالنسبة للسينونيم والأنتونيم بيقول لي the word safe is the opposite. كلمة safe عكس dangerous. safe يعني آمن، عكسها dangerous يعني خطير. والsuffix بتاع organize طبعا organization. suffix يعني لاحقة، يعني هو عايز في الآخر يبقى organization. كده احنا خلصنا مع بعض تدريبات المعاصر ليونت 3 lesson 3. أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو القادم. شكرا لكم.